مساء الخير على الجميع. الساعة دلوقتي داخلة على 5. جو مغلق جدا. فعشان كده بس ايه، هو تقريبا كده يبان اكتر. حبيت ان انا بس اعمل فيديو كده صغير اوضح فيه حاجة اتعلمتها من بروفيسور عندي. عن المقارنة بالنفس. قد ايه الواحد بيحس ان هو نضج. يعني انت عايز تعرف انت مثلا نضجت او لا فكريا طبعا. تقدر ان انت تشوف انت بتقارن نفسك بحد تاني او لا. لو انت فعلا بتقارن نفسك بحد تاني، يبقى انت كده لا، لسه ما نضجتش، لسه انت محتاج الكلام المناسب من الشخص المناسب في وقتك المناسب علشان تعرف ان انت تفكر بالطريقة الصح. الكلام ده احنا خدناه اول الترم، دلوقتي احنا خلاص في اخر الترم، الامتحانات كمان كام شوية خلاص، بنودع الجامعة. الدكتور ده طبعا هو دكتور جرافيتيشن عندنا في جامعة أنقرة. آم، كان قايل حاجة جميلة جدا وعجبت بيها في أول السنة خالص. وهو إن اللي بيقارن نفسه بحد تاني ده، ده بيعمل حاجة هي مش متناسقة خالص مع بعضها. يعني هي حاجة أصلا غلط. ما ينفعش إن أنت مثلا، إحنا كفيزيائيين كطالب فيزياء أو كهو دكتور فيزياء، مش هينفع إن أنا أقول لك تعالى قول لي شايف الشجرة دي أطول ولا الراجل اللي ماشي هناك ده هو اللي أسرع؟ زي اللي احنا كنا الأمثلة اللي احنا متعودين عليها واحنا صغيرين. دي حاجة ليها كميات القياسية بتاعتها مش متناسبة، سواء بقى طبعا كسرعة مثلا متجهة او الكلام ده مش هنغوص فيه. انت مينفعش تقول كيلو كمثرى ولا لتر مية. يعني هو طبعا انت لو خدت ان الاتنين كتلة والكلام ده، بس لا اقصد ان نفسهم مش حاجة متناسبة مع بعض. او ناخد السرعة والكتلة مثلا، او السرعة والطول. فدلوقتي انت لما تيجي تقول انا الشخص A مثلا مع الشخص X، هو الشخص X ده اشطر، الشخص X ده انجح، الشخص X ده اغنى، وانا ليه كشخص A ما عنديش المؤهلات دي؟ يعني مش كواليفايد ان انا مثلا ابقى كده، او ان انا مش هبقى خالص غني او كده او كل الكلام ده. لا، ده كده غلط، ده تفكير غلط. فقال حاجة جميلة جدا، وهو ان في حاجة عندنا في الفيزياء لما تيجي تطبقها مثلا على نظام، سواء في الفيزياء الكمية زي الكوانتم ميكانكس، او نظام كلاسيكي عادي، كلاسيكال ميكانكس او الكلام ده. تيجي تحط حاجة اسمها ال آم، زي ايه بالظبط؟ başlangıç koşulları بنقولها ان هي ايه مثلا الكونديشنز بتاعت البداية خالص. يعني مثلا الدالة بتاعت دالة الموجة مثلا بي سي في بساي في الكوانتم، في الصفر بتساوي كذا، او في السونسوس على النهاية في الانفينيتي بتساوي، لازم تكون صفر علشان تكون حاجة نقدر ان احنا نحلها بعد كده، او هكذا. يعني مثلا عندك معادلة بتصف حركة نملة. احنا محتاجين عشان نعرف اكتر عن الحركة دي ونجهز كده ونظبط المعادلة تبقى لبقة شوية، محتاجين احنا نحط حاجة اسمها الايه، الكونديشنز بتاعت البداية بتاعت كل حاجة، يعني اللي هي الانيشيال كونديشنز. تمام. الانيشيال كونديشنز مثلا انا حطيت السرعة في الزمن بصفر، فالسرعة بصفر. والزمن لما يكون مثلا كذا، فانا حطيت الحاجة البارامتر التاني بصفر برضه، او هكذا. على حسب بقى كل واحد مننا ليه الانيشال كونديشنز الخاصة بيه، اللي ما ينفعش ان احنا عشان كده نقارن نفسنا بالانيشال كونديشنز اللي حصلت لشخص تاني، غيرت في الدالة بتاعته، غيرت في الواجهة بتاعته، غيرت في الشخصية بتاعته. فانا مثلا ما ينفعش ان انا اقارن واحد اخد التعليم بتاعه الثانوي او التعليم الاعدادي والابتدائي وكل الكلام ده في مدارس كويسه، مش شرط بقى مدرسه غاليه، مدرسه رخيصه، مدرسه حكومه، لا مدارس كويسه في حته كويسه، الانجليش عنده على طول كان كويس. ما ينفعش ان أنا اقارن ده بالكونديشنز اللي انا خدتها. الكونديشنز اللي انا مريت بيها، الشروط اللي انا مريت بيها ممكن تكون شروط اصعب. فانت بالتالي لو انت وصلت في النهايه او في نص الطريق لطريق او للباث، في الباث وانت ماشي انت وهو مثلا، وصلنا لنص الطريق وانتوا الاتنين متقاربين من بعض، فخلي بالك انت اللي ممكن تكون كسبان، بس انت مش شايف ده كويس لانك انت بتحاول تقارن ما بينك وما بينه.
ما ينفعش ان احنا نقارن اي حد بينا، علشان كل واحد ليه شروط البداية الخاصة بيه. ليه شروط بدأ بيها مش بتتوافق معانا، مستحيل ان احنا نعملها. وعلشان كده لازم ان احنا نقارن نفسنا مثلا كل يوم بالتاني، او مثلا كل سنة او كل سنتين بنفسنا. فده فيديو يكون معاكم السنة الجديدة، علشان تقارنوا نفسكم ب 2024 وبنفسكم برضو في 2025. ما نقارنش A ب X، تقارن A ب A، بس الزمن هو اللي بيختلف. بس كده، السلام عليكم.